بهديلك صورة حسن شحاتة وملبسينه طرحة وعاملينه عروسة، بهديلك شرف مصر المكتوب عليه ايجيبت حرامية بيتولع فيه. انا بهديهم لك مع الوردة اللي هتديها لهم. هجيب لك فانيلة مصر مولعة وتحطها كده مولعة مع الوردة اللي هتديها رئيس البعثة. يعني انا مش مبادرات ايه اللي احنا بنسعى اليها وبعدين الى متى؟ يعني الى متى هنفضل نتضرب في 78 وفي 75 وفي 89 وتتخرق عين مواطن مصري بريء في القاهرة؟ راجل جاي يقعد اسبوع مع امه وابوه يشوفهم واخد عياله وراح في فندق، واحد يكسر ازازه ويطير بعينه ويسرب ويهربوه من المطار. على فكره الحق ولا الحق ليس ولا اخضر باللوم، انا تاكدت 1000%. الجول الثالث الحارس المرمى الاحتياطي الثالث هو اللي عملها، مش الاخضر باللوم. جزائري لاعب. يعني الى متى؟ وبعدين نرجع نقول المبادره والاخوه والاخوه العربيه والام الكبرى والام الصغرى، ويجي يعملوا ده شرف مصر. فانيلة مصر عليها ايجيبت الحراميه اللي تولع فيها زي علم اسرائيل لما بنولعه، يروحوا يولعوا علم اسرائيل، نقف نولعوا معاهم، لكن يمسكوا شرف مصر. الفانيلا دي شرف وشرفك وشرف الاستاذ حسن وشرف كل المصريين، زيها زي العلم اهي بيوريها لنا الاستاذ محمد نصر. حسن ليك تعليق اخير قبل ما اختم الجزء ده؟ ده مساله طبعا خطيره، وده لعب بالنار واساءه بالغه. يا ترى الاخوه الجزائريين اللي شايفيننا يعني شايفين الكلام ده؟ وانا هسال بس سؤال لكل الناس اللي في الجزائر اللي عاملين يتفرجوا علينا دلوقتي، لو هم شافوا المشهد ده من مصريين رد الفعل هيبقى ايه؟ ده انا لما بقول ان منتخب الجزائر مستواه في ال10 سنين الاخيره متراجع، الدنيا بتقوم وتبقى ان انا يعني بأهين او بسيء للجزائر. امال ده يبقى ايه؟ ده اسمه ايه ده يعني هذا لعب بالنار. ويعني للأسف الشديد دي مش رياضة، ولا دي روح رياضية، ولا دي أخوة عربية، ولا ده احترام للمنافسة، ولا فهم للرياضة. وللأسف للأسف للأسف شوية عيال هيبوظوا الدنيا. جميل. على فكرة قبل المباراة الأولى جاء زميل صحفي عمل حوار معايا قبل المباراة الأولى في بليدة، وبقول يعني بعتب ان احنا مفترض ان احنا نلعب المباراة في ألف متفرج بالظبط، وإن شاء الله سيهزون الأرض هزة. هو ده. ولكن أنا لا أريدهم إن هم لما يروحوا يبقوا مليانين بأي حرقة زي اللي احنا حاسين بيها دلوقتي، لأنهم يمكن أيضا أن يفعلوا أشياء لا تكون في مصلحتنا. ان شاء الله مش هيحصل باذن الله. نحن لا نريد مشجعين مصريين يعني مدجنين في استاد القاهره. بالظبط. احنا عايزين مشجعين مصريين بمنتهى الحماسه وبمنتهى القوه، وهم يشجعون اولادهم يشجعون شبابهم، لكنها في النهايه ليست اكثر ولن تكون اكثر من مباراه كره فيها فائز ومهزوم. ان شاء الله كل الدلائل وكل الاشارات تؤكد ان شاء الله ان مصر ستكون المنتصر، وده اللي هيحصل ان شاء الله يا استاذ حامد. ولكن احنا نقود الاخرين، احنا كاعلام نحن نقود الناس، لا نترك الاخرين يقودون بهذا الشكل. اشكرك يا استاذ حامد، واضح جدا جدا. رئيس